في يوم بارد من شهر أغسطس 1895 اندلعت النار في مبنى غامض وسط شيكاغو. راجلين دخلوا المبنى وبعد نص ساعة بالظبط خرجوا يجروا بسرعة مرعبة. 10 دقايق بعدها انفجارات مدوية هزت الحي كله، والنار التهمت تماما المكان اللي كان معروف باسم فندق المعرض العالمي. أهلا بيكم، أنا إسلام، والنهاردة في حكاية هنفتح ملف اتش هولمز، أول سفاح في تاريخ أمريكا الحديثة. عشان نفهم ليه المبنى ده اتحرق لازم نرجع لورا سنتين، لوقت كان فيه أعظم احتفال في تاريخ أمريكا. 1893 سنة المعرض العالمي الكولومبي. المعرض اللي كان بيتسمى بالمدينة البيضاء، 27 مليون زائر جم من كل أنحاء العالم يتفرجوا على عجائب المستقبل، المصاعد، العجلة الدوارة العملاقة، واختراعات واكتشافات تانية كانت بتبشر بعصر جديد مليان بالأمل. ووسط كل الفرحة دي كان في راجل ذكي اسمه الدكتور هنري هوارد هولمز بيخطط لاستقبال الزوار دول بطريقته الخاصة. هولمز فكر ملايين الناس هيجوا شيكاغو، محتاجين مكان ينزلوا فيه، ودي فرصة ذهبية لتحقيق أرباح كبيرة. بس الكسب اللي هولمز كان بيفكر فيه ما كانش عادي خالص. قبل ما ندخل في تفاصيل خطة هولمز الشيطانية لازم الأول نعرف مين هو الراجل ده أصلا. اسمه الحقيقي كان هيرمان ميدجت. اتولد سنة 1861 في أسرة قاسية، والطفل هيرمان كان مختلف تماما عن أي طفل تاني. العيال في المدرسة كان بيخافوا من الهياكل العظمية، لكن هو كان بينجذب ليها، بيقعد يتأمل بالساعات ويتخيل تفاصيل الموت اللي مرت بيها الجثة. الميول الغريبة دي كبرت معاه، ولما دخل كلية الطب في جامعة ميتشيغان فضوله المظلم زاد، بقى يسرق جثث من المشرحة ويزور حوادث علشان يخدع شركات التأمين ويقبض تعويضات باسم موتى وهميين. ومع مرور السنين قرر يسيب كل حاجة ورا ظهره. في 1885 هرب من مراته وابنه وسافر شيكاغو. هناك أعاد اختراع نفسه، اتمسح اسم هيرمان من حياته وابتدت شخصية جديدة، دكتور هنري هولمز، طبيب مهذب وصيدلي ناجح في حي انجلود. لكن وراء القناع المثالي دوت كان بيتجهز لأكبر خطة رعب في تاريخ أمريكا. بعد ما هولمز استقر في شيكاغو أول حاجة عملها إنه اشتغل في صيدلية في حي انجلود عند ست كبيرة اسمها إليزابيث هولتون. هولمز كان جذاب وذكي، وقدر يكسب ثقة السيدة هولتون بسهولة، وأقنعها إنه دكتور محترم وعنده خبرة كبيرة في الطب والصيدلة. بس بعد فترة قصيرة السيدة هولتون اختفت. هولمز قال للناس إنها سافرت لكاليفورنيا وسابت له الصيدلية، ودي كانت أول جريمة لهولمز في شيكاغو. لكن هولمز ما كانش راضي بالصيدلية البسيطة دي. لما سمع عن المعرض العالمي اللي جاي على شيكاغو عرف إن دي الفرصة الذهبية اللي كان مستنيها، ومن هنا بدأ يخطط لأكبر مشروع في حياته، مشروع المول. في 1887 هولمز اشترى قطعة أرض فاضية مقابل الصيدلية بالظبط، وبدأ يخطط للمشروع اللي هيخلي اسمه محفور في التاريخ. قال للناس إنه هيبني فندق فخم لاستقبال زوار المعرض العالمي. بس التصميم اللي هولمز رسمه كان مختلف تماما عن أي فندق في الدنيا، والسبب إن هولمز ما كانش بيبني فندق، كان بيبني مسبح. الراجل كان عبقري في التخطيط والخداع. عشان محدش يعرف التصميم الحقيقي وظف عمال البناء لفترات قصيرة جدا، وكان بيطردهم قبل ما يكملوا شغلهم. كل مقاول شاف جزء صغير بس من الصورة الكاملة، واحد بنى الحيطان والتاني ركب الأنابيب والتالت عمل الأرضيات. محدش عرف إن كل ده جزء من فخ مميت، وده اللي خلى هولمز قادر يخبي السر الأسود جوه المبنى من غير ما حد يشك. في 1892 المبنى خلص أخيرا، 3 طوابق ضخمة بيطل على شارع 63 مباشرة. من بره كان شكله محترم وأنيق. الدور الأرضي فيه صيدلية ومحلات، الطوابق اللي فوق فيها غرف للضيوف، لكن جوه المبنى هولمز بنى الجحيم على الأرض. الدور التاني والتالت كانوا عبارة عن متاهة مجنونة، أكتر من 100 غرفة صغيرة موسعة بطريقة تخلي أي حد داخل يتوه فيها. والأهم من كده هولمز صمم المبنى إنه يبقى سجن محكم، كل الغرف ما عندهاش قفل من جوه، يعني الضيف ما يقدرش يحمي نفسه، بس هولمز يقدر يحبسه وقت ما يحب. كمان بنى ممرات سرية جوه الحيطان يقدر يتحرك فيها كالشبح من غرفة للتانية من غير ما حد يشوفه. وعشان يكمل الفخ المبيت ربط كل الغرف بأنابيب للغاز من مكتبه، يقدر يقتل أي حد في أي وقت بضغطة سر واحدة. بس ده كان مجرد الجزء الأول من الخطة. الجزء الحقيقي كان في القبو. القبو ده كان قلب العملية كلها. هولمز حوله لحاجة أقرب للمشرحة. جهز القبو بكل الأدوات اللي بيحتاجها لتحويل البشر للا شيء، طاولة تشريح حديدية وفرن عملاق وأحواض حوامض اللي بتاكل أي شيء عضوي. لكن هولمز ما كانش مجرد قاتل، كان راجل أعمال ذكي. الهياكل العظمية السليمة كان بيبيعها لكليات الطب بأسعار عالية، وبكده قلعة الموت بقت جاهزة.
وكل ده كان استعداد لاستقبال ضحايا المعرض العالمي. وطبعا أكيد توقعت إيه اللي هيحصل بعد كده. لما المعرض العالمي بدأ في 1893، هولمز كان مستعد تماما. فتح الفندق تحت اسم فندق المعرض العالمي وبدأ موسم الصيف. كان بيعمل إعلانات في الجرايد يطلب موظفات شابات للشغل في الصيدلية والفندق. الأجور كانت مغرية جدا والشروط سهلة. وأول ما البنت تيجي للمقابلة، هولمز كان بيسألها أسئلة ذكية: عندها عيلة كبيرة؟ حد هيسأل عليها؟ عندها فلوس أو مجوهرات؟ والضحية المثالية بالنسبة له البنت اللي ما عندهاش ناس كتير وعندها حاجات قيمة وجاية من بلد بعيدة. وأول ضحاياه كانت إيميلين سيجراند. إيميلين سيجراند كانت مدرسة شابة من دوايت بولاية إلينوي. جت شيكاغو يوم 4 يوليو 1893 متحمسة تشوف المعرض، وحجزت في فندق المعرض العالمي. أهل إيميلين فضلوا مستنين أخبارها أسابيع وشهور، لكن محدش سمع عنها تاني. إيميلين اختفت من الوجود كأنها ما كانتش موجودة أصلا. والحكاية نفسها اتكررت مع ضحايا تانية. مين ويليامز، البنت الغنية من تكساس اللي ورثت ثروة ضخمة. هولمز خدعها واتجوزها وحولت له كل فلوسه وبعدين قتلها. لما أختها أنا جت تدور عليها، هولمز قتلها هي كمان. في أقل من سنتين أكتر من 20 شخص دخلوا الفندق ومحدش شافهم تاني. ومع كل ضحية هولمز كان بيكسب فلوس أكتر ويكمل مسيرته الدموية براحة تامة. لكن الطمع زي ما بيقولوا أعمى. بعد ما المعرض خلص في أكتوبر 1893، هولمز حس إن شيكاغو بقت ضيقة عليه. كان عايز يكبر مشروعه ويدور على فرص جديدة. ساب شيكاغو وراح ولايات تانية، وهناك التقى بواحد اسمه بنيامين بيتزل. بيتزل كان محتال صغير وهولمز شاف فيه الشريك المثالي. خططوا لخدعة كبيرة. بيتزل هيدعي موته ويقسموا $10,000 من شركة التأمين. لكن هولمز كان عنده خطة تانية. بدل ما بيتزل يدعي موته، هولمز قتله فعلا، لأنه كان عايز ياخد الفلوس كلها لوحده. لما أهل بيتزل سألوا عنه، هولمز قال لهم إنه مختفي من الشرطة ولازم يسافر مع 3 من عياله. طبعا العيال دول ماتوا على إيد هولمز كمان. بس هولمز عمل غلطة واحدة صغيرة، غلطة هتكلفه كل حاجة. الغلطة دي كانت إن هولمز حكى خطته لسجين اسمه ماريون هيدجبس. كان واثق إن هيدجبس هيسكت لأن هم شركاء. لكن لما هولمز ما دفعلوش نصيبه من الصفقة، راح للشرطة وحكى لهم كل حاجة عن خطة تأمين والجرائم. في 17 نوفمبر 1894 شرطة فيلادلفيا قبضت على هولمز في بوسطن. ودي كانت بداية النهاية بتاعت أشهر قاتل في التاريخ الأمريكي. لكن الأسوأ لسه جاي. لما المحققين بدأوا يحققوا في تاريخ هولمز، اكتشفوا الحقيقة المرعبة. الفندق في شيكاغو ما كانش فندق عادي، كان مقبرة جماعية. المحقق فرانك جاير سافر بنفسه لشيكاغو عشان يفتش المبنى. أول ما نزل القبو والريحة كانت لا تطاق. لقى بقايا عظام بشرية متناثرة في كل حتة، أدوات تعذيب وتشريح وأحواض مليانة بقايا لحم متحللة. الأدلة كانت واضحة، لكن قبل ما التحقيق يكمل ويجمعوا كل الأدلة، حصل اللي بدأنا بيه الحلقة. راجلين دخلوا المبنى في الساعة 9 بالليل، وبعد نص ساعة خرجوا يجروا. 10 دقايق بعدها انفجارات مدوية والنيران التهمت أجزاء كبيرة من المبنى والأدلة. كان في ناس عايزة تطمس الأدلة اللي هتفضح هولمز وممكن تورط ناس تانية كمان. محدش عرف مين اللي أشعل النار بالظبط، بس فات الأوان. الأدلة اللي لقوها المحققين كانت كفاية إنهم يحاكموا هولمز ويحكموا عليه بالإعدام. قبل الإعدام جريدة هيرست عرضت عليه $7,500 مقابل إنه يكتب اعترافات كاملة. هولمز شاف فيها فرصة أخيرة للشهرة. اعترف بقتل 27 شخص. وصف إزاي كان بيستدرج الضحايا وإزاي كان بيقتلهم وإيه اللي كان بيعمله بالجثث. بس حتى في اعترافاته هولمز كان بيكذب ويبالغ. ادعى إنه قتل ناس لقوهم أحياء بعد كده. في 7 مايو 1896 آلاف الناس اتجمعوا بره سجنه يتفرجوا على إعدام أول قاتل متسلسل في أمريكا الحديثة. الساعة 10 و12 دقيقة و32 ثانية اتفتحت المشنقة. هولمز اتعلق وفضل يتخبط 15 دقيقة كاملة قبل ما يموت. حتى موته كان بطيء ومؤلم. لكن حتى في الموت هولمز كان عايز يتحكم في وصيته. طلب إن جثته تتملي بالأسمنت في التابوت وتدفن في قبر مليان أسمنت كمان. كان خايف إن حد يطلع جثته ويشرحها زي ما عمل هو بالظبط مع ضحاياه. اتش هولمز مات، لكن أسطورته لسه حية. قلعة الرعب بقت رمز للشر المطلق، وحكايتها اتنقلت من جيل لجيل. في 2017 علماء من جامعة بنسلفانيا حفروا قبر هولمز للتأكد إنه فعلا مات وما هربش من الإعدام زي ما بعض الناس كانت بتشك. لقوا جثته لسه سليمة جوه الأسمنت، وحتى شنبه الأسود لسه موجود بعد 120 سنة. المهم من الموقع دلوقتي بقى مكتب بريد، لكن عمال الصيانة اللي بيشتغلوا في القبو بيحكوا إنهم بيحسوا بأشياء غريبة، أصوات، هسهسة، وريحة موت قديمة. والسؤال اللي يخليك تفكر كتير، لو هولمز عاش في عصرنا بالتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل، كان هيعمل إيه؟
مهتم أسمع رأيك في التعليقات. تفتكر هولمز كان وحش طبيعي ولا ظروفه هي اللي خلقته؟ ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وأشوفك إن شاء الله المرة اللي جاية في حكاية وقصة جديدة.